بص في عيني وقول لي الصراحه، كم مره حطيت رابط افيليت لمنتج انت شايفه لقطه وسعره خيالي، ومع كده برضه مفيش حد عبرك وداس على اللينك بتاعك، في الاخر بتلاقي صفر مبيعات، صفر عمولات، وساعتها بتحس انك انت بتدم في ملطه، صح؟ تمام. طب خد الكبيره، عارف ان المشكله مش في المنتج ولا في السعر ولا حتى في الرابط بتاعك، امال فين؟ هقول لك يا معلم، المشكله يا صديقي انك بتكلم الشخص الغلط جوه دماغ العميل. ايوه زي ما سمعت كده، انت بتحاول تقنع المدير العاقل اللي بيحسبها بالورقه والقلم، في حين ان اللي معاه الخزنه والفلوس وقرار الشراء هو الحارس الغبي اللي قاعد على باب المخ. اهلا بيك في استخبص، القناه اللي مش هتعلمك تبيع، لا ده هتعلمك ازاي تهكر قرار الشراء. النهارده بدون اي شعوذه هنشرح علم التسويق العصبي اللي بيسموه النيورو ماركتنج بس بالبلدي كده، وهقول لك كمان 3 زراير خفيه لو دوست عليهم صح العميل هيطلع الفيزا ويشتري منك وهو مبتسم ومبسوط كمان، ومش بعيد يعزمك على الغداء. انسى طرق، ارمي الرابط واجري وركز معايا علشان اللي هسمعه لك النهارده محدش هيقوله لك في المحتوى العربي خالص. كوبايه الشاي المتينه وسيب عقلك عندي شويه، ويلا بينا نبدا بعد الفاصل. وعشان نفهم اللعبه ماشيه ازاي لازم نرجع لورا خالص لايام الانسان البدائي. العلماء اكتشفوا ان مخنا في جزء قديم قوي اسمه الدماغ الزاحف او الريبتلاين براين، وده يا معلم اعتبروا البواب الصعيدي الشهم اللي قاعد على باب العماره، شغلته الوحيده في الحياه هي البقاء والنجاه. البواب ده ما بيفهمش في الكلام المعقد بتاع المواصفات وكلمه الرامات والبروسيسور، لا كل الكلام ده بيوجع له بطنه، بيفهم لغه واحده بس، اي كلام يمت بصله الى كلمه خطر، اكل، امان او كلمه وجع. نقطه القلم بقى كمسوقين مبتدئين ان انت بتروح تكلمه وتقول له اشتري الكورس ده عشان فيه 50 ساعه شرح وتقنيه. طبعا البواب بيشوف الكلام ده على انه دوشه ومجهود ذهني عمال على بطال، فيقوم على طول قافل الباب في وشك ويقول لك فوت علينا بكره يا سيد. ودي غلطه 90% من المسوقين اللي بيشتكوا من ضعف التحويلات. طب ايه الحل؟ هقول لك يا معلم، علشان تعدي من البواب ده لازم تكلمه عن النجاه من الالم. بدل ما تقول له الكورس ده فيه معلومات كتيره، لا قول له الكورس ده هينقذك من قعده القهوه وهيخليك كمان تقبض بالدولار وانت قاعد في بيتك. شفت الفرق عامل ازاي؟ الاولانيه معلومه بينما التانية نجاة. الدماغ القديم اناني جدا، ما بيسالش غير انا هستفيد ايه دلوقتي. فيا معلم في عنوان الفيديو بتاعك او وصف المنتج اوعى ترغي في مميزات، لا ركز على الوجع اللي انت بتعالجه. قاعده واحده في استخبص، لا تبيع الدواء، بيع الشفاء من الالم. طيب شطار، احنا كده عدينا من البواب، ازاي بقى نخليه يثق فينا واحنا لسه غلابه مبتدئين في علم التسويق؟ هنا بقى يا معلم يجي دور سحر المظهر، يلا اقول لك عليه ازاي تعمله في الفقره الجايه. عمرك سألت نفسك ليه اعلانات البرفانات والساعات بيجيبوا فيها واحد وسيم وعضلات مع ان الريحه مالهاش علاقه بالعضلات اصلا؟ بص يا سيدي، ده مبدأ نفسي اسمه تأثير الهالة او الهالو افكت. المخ البشري عنده كسل فظيع فبياخد انطباع سريع، فلو الحاجه شكلها حلو يبقى اكيد جودتها كويسه وكمان صاحبها امين. نقطه القلم في التسويق بالعموله ان انت بتسوق لمنتج جامد جدا، بس صفحه الهبوط بتاعتك اللاندنج بيج شكلها فقري، الالوان ضاربه والصور مبكسله وحاجه نيله خالص. فساعتها العميل اول ما بيشوف المنظر ده عقله الباطن بيترجم فورا المكان ده مشبوه، اجري يا مجدي حتى لو انت بتبيع ذهب. طب الحل ايه؟ الحل بقى كتسويق بالعموله وكمسوق ليك انت في 2026 مش لازم تكون مصمم عالمي يعني، بس لازم عين العميل تكون مرتاحه. علشان كده لازم تعمل 3 حاجات مهمه قوي. اول حاجه استخدم صور نظيفه هاي كواليتي يعني من موقع فري بيك او انس بلاش وهكذا. تاني حاجه لو بتعمل فيديو تيك توك او يوتيوب شورتس اهتم بالاضاءه الخلفيه، ما تطلعش تتكلم عن الثراء المالي وخلفيتك فيها غسيل منشور مثلا. تالت حاجه المظهر الاحترافي، وده لانه بيدي ايحاء بالقوه والثقه، ساعتها العميل بيشتري ثقه قبل ما يشتري منتج. معناه وباختصار لو ظبطت الفاترينا بتاعتك 100% الزبون هيدخل المحل يشتري على طول، ودي هندسه عكسيه للعين قبل المخ. اللي جاي اهم من اللي فات، ركز معايا. نيجي بقى لاقوى مخدر في السوق اللي اسمه الفومو، والمعناه فير اوف ميسنج بوينت، الرعب ان المولد يتفض وانت لسه ما خدتش حمص. ده باختصار الشعب المصري والبشر عموما لو قلت له المنتج ده متاح طول السنه هيقول لك طيب بقى اشوفه بعدين، والبعدين دي معناها يوم القيامه العصر. لكن لو قلت له فاضل 3 قطع بس والخصم هيتشال، هنا بقى البواب اللي في مخه هيتجنن، ساعتها هيحس بخطر ان في حاجه كبيره هتضيع منه. نقطه القلم في التسويق بالعموله ان انت بتعرض العرض بتاعك ببرود
بتقول له اشتري لو حبيت، فالعميل ساعتها بيأجل القرار، وطالما أجل القرار معناه ان هو نسي. الحل ايه؟ استخدم الفومو بس بذكاء ومن غير نصب. بلاش تقول الكميه محدوده وانت بتبيع كتاب PDF، اصل ده استخفاف بالعقول اصلا. لكن ممكن تقول سعر الكورس هيزيد الضعف بعد 24 ساعه، او البونص ده متاح لاول 50 مشترك بس. سيكولوجيه الندره دي هي اللي بتعمل مبيعات الجمعه البيضاء فعلا. حول المنتج بتاعك من سلعه لفرصه، لو راحت هيندم العميل، والانسان بيكره الندم اكتر من ان هو بيحب المكسب. اللي بعده، تخيل كده حضرتك ماشي في الشارع ولقيت عربية كبدة على طابور على بعد كيلو، وعربية تانية جنبها بتهش بس بتلمع، هتاكل منين؟ طبعا 99% هتقف في الطابور، مع ان التانية انضف. بس ليه؟ علشان مخك بيقولك اكيد الناس دي كلها مش غلط، اكيد الكبده دي فيها سحر. ده اسمه السوشيال بروف او الدليل الاجتماعي. في علم التسويق او الافيليت انت ولا حاجه بالنسبه للعميل، ما يعرفكش عشان يثق فيك، فلازم يشوف القطيع ده بيتحرك ناحيتك. طب نعملها ازاي؟ ايه الحل؟ هقول لك يا معلم. وانت بتكتب السكريبت بتاعك او بتعمل فيديو لمراجعه، اول حاجه ما تقولش انا رايي ان المنتج ده حلو، لا، قول ان المنتج ده جربه اكتر من 10,000 شخص وتقييمهم 5 نجوم مثلا. تاني حاجه استخدم سكرين شوت لاراء ناس حقيقيه من صفحه المنتج نفسها. تالت حاجه كلمه الناس بتقول اقوى بمليون مره من كلمه انا بقول، عشان كده خليك ذكي واستخبى ورا الجمهور. الناس بتمشي ورا الزحمه، فاعمل زحمه حقيقيه حوالين اللينك بتاعك بالريفيوهات والارقام. خليك معايا عشان الفقره اللي جايه جمدان الجمدان. يلا بينا. اخر حته في الهندسه العكسيه النهارده، ازاي تبيع منتج غالي والعميل يحس انه سرقه منك. دي حاجه اسمها في علم التسويق الارساء او انكورنج. زي لما تروح تشتري بنطلون والبائع يقول لك يا معلم دي ب1000 جنيه، ساعتها انت بتتخض، يقوم قايل لك بس علشان خاطرك والاخر قطعه دي ب 400 جنيه. انت هنا عقلك لغى سعر 400 جنيه وقارنه بال1000 جنيه، فحسيت ان انت كسبت 600 جنيه مع ان البنطلون اصلا جملته 150 جنيه. التطبيق في التسويق او الافيليت، لما تيجي تعرض السعر ابدا دايما بالقيمه الكليه. قول مثلا الكورس ده فيه معلومات تساوي $5000 لو انت خدته في جامعه، وكمان فيه ادوات ب$1000، بس النهارده العرض $49 بس. هنا بقى يا معلم ال $49 دول بقت فكه مقارنه بالرقم الاولاني اللي انت رسيت عليه عقل العميل، الانكور زي ما قلت لك. يعني من الاخر ارمي الهلب بعيد اللي هو السعر العالي، وبعدين شد الحبل بشويش بشويش للسعر الحقيقي. بص يا صديقي، البيع مش فهلوه وخلاص، لا، البيع علم ودراسه للنفس البشريه. اللي اتكلمنا عنه النهارده ده قشور من علم التسويق العصبي. الادوات دي زي السكينه، ممكن تقطع بيها فاكهه وتاكل الناس بيها، وممكن تعور بيها حد. علشان كده في استخبص بنأكد عليك استخدم العلم ده في الحلال، وسوق لمنتجات تفيد الناس بجد وتحل مشاكلهم، لان الصدق هو اعلى استراتيجيه تسويقيه في التاريخ ومحدش هيعرف يهكرها. لو حسيت ان في لمبه النهارده نورت في دماغك واخترقنا الباب بتاع عقلك، اخبط اللايك المتين علشان يوصل لغيرك، واشترك في القناه وفعل الجرس علشان الحلقات اللي جايه هنقلب فيها الترابيزه على خوارزميات السوشيال ميديا نفسها، وهنشرح كمان ازاي تجيب ترافيك مجاني بالذكاء الاصطناعي. المصادر كلها وكل الدراسات اللي اتكلمنا عنها النهارده هتلاقيها في صندوق الوصف تحت، علشان احنا ناس بتوع علم مش هبد. اشوفكم في الحلقه الجايه، في امان الله يا استخبصيه.